مقطع متداول للص جزائري تعرض لشاب فلسطيني ببلجيكا وهدده بسلاح وطلب منه انه يطلع المصاري والموبايل اللي معه وكاميرا كان حاملها، بس باللحظة الأخيرة لما شاف العلم الفلسطيني على بدلة الشاب تركه وبطل يسرق. خلينا نشوف الفيديو. طلع فيه زي هيك، قال لي اطلع بالجوال واطلع بالكاميرا، كانت الكاميرا على رقبتي لابسها. طبعا هو لما وجه لي الطلب هذا يعني ما وجه لي بالدور صراحه، هو طلع لي حاجه هنا من هنا، طلع لي حاجه زي طلع لي سكينه كبيره، قال لي يلا اطلع بالاشياء هاي. فانا صراحه استسلمت يعني، كمان معي بالخالتي ايده مكسوره يعني ما في، طبعا انا طلعت له في ايدي المكسوره فخاف ما كان في اي مجال للمقاومه يعني، استسلام يعني واضح، الشارع فاضي والدنيا اخر الليل. بدي احكي يا زلمه في ضيف، بدنا نصور حياتي مش عارف شو، الا هو للحظه لاحظ العلم الفلسطيني على الجنة. اخوي انت فلسطيني؟ لا انا اسف، لا شو ما عليك يا اخوي. حكى لك نصيحه جبتها لك بكاميرتك ما تطلع طبعا بطل يسرقني، بطل يسرقني تمام، وقال لي انا بحب فلسطين، كانت قال لي يا اخوي الدنيا ليل والدنيا صعيبه والحراميه كثار، لو سمحت لا تلبس الكاميرا، لا تشيل الكاميرا على صدرك او تشيل اشياء غاليه معاك وانت ماشي في الشارع، وكمان لا تلبس الكاسكيت، كنت لابس طاقيه فيها علامه النايك، قال لي لا تلبس الكاسكيت هذا النايك اخوي والله يجيب لك الحراميه. شكرت طبعا ورجع السيف بخصره وقال لي ربي يعاونكم والله ينصركم اهل فلسطين، وشكرا لكم ما الحرامي الشريف الطاهر المدافع عن القضيه، ما في اي شيء يعني منعه او الهاء عن دفاعه عن القضيه الفلسطينيه. نشكر اخونا هذا الحرامي. طبعا الفيديو اثار جدل كبير على مواقع التواصل، البعض شكك فيه واخرين اعتبروا ان اللص بيضل لص يعني حتى لو كان محب للفلسطينيين، كون المواقف تتجزأ.